حركة أزواد تنفذ أكبر عملية عسكرية في تاريخها ضد الجزائر بدعم دولي، وتبون يطلب دعم روسيا، ورسميا نشيد وطني لجمهورية أزواد، والجيش المغربي يستعد للحرب من الصين. الإخوان السلام عليكم، نهار مبروك، يحييكم أخوكم طارق حجاب في حلقة جديدة وفي مواضيع جديدة، مواضيع ثقيلة ومزلزلة اخترناها لكم بعناية. خليكم معنا إلى نهاية الحلقة، لن تندموا. نبداو على بركة الله. اعتداءات بالجملة، حملة يشنها شنقريحة على شعب أزواد الأعزل، شعب أعزل مدني يشن عليه حربا بالأسلحة. الكارثة أنه يتعنى بهذه الأسلحة. أنا عندي أسلحة ثقيلة، عندي آخر ما أنتج من الأسلحة الروسية، يستعملها ضد من؟ عمره ولا استعمل ولا طلقة واحدة خارج الجزائر، ولا طلقة واحدة في تاريخه يستعملها ضد من؟ ضد شعب أزواد الذي يحتل أراضيه. حملة شرسة ممنهجة اللي غتقلب عليه الرأي العام، وماشي غتضعف الشعبية، أصلا هو لا شعبية له، لكن ما تبقى له أو ما يظن أنه شعبية وصل لنهايته. لكن المضحك في الأمر الآن أنه حركة تحرير أزواد غدير واحد الحركة اللي هي ثقيلة جدا وخطيرة، حركة اللي الآن الجميع يتساءل كيف تسنى لحركة تحرير أن تقوم بها. تسقط طائرة عسكرية اللي كان كيستعملها باش يراقب المنطقة وباش يمشطها ويعبد الطريق أمام الجنود ديالو باش يديروا عملية تطهيرية أمام شعب أزواد الأعزل. لكن حركة التحرير غادي تسقط الطائرة عسكرية وعلى متنها 12 شخص غادي تطيح، بالإضافة إلى أنه تم اعتقال عدد من الجنود الجزائريين. هذا الجيش الذي لا يقهر، هذه القوة الضاربة، هذه القوة المحورية، هذه القوة التي ترعب كما قال. هنا السؤال الذي يطرح نفسه ملي كنهضروا على الحركة ديال أزواد، يعني حركة تحريرية اشنو عندها؟ عندها أسلحة اللي هي تقليدية عادية، ماشي عندهاش أسلحة اللي هي متطورة. أول التحريات الآن تشير إلى أنه تم إسقاطها عبر صواريخ ستينجر. هاد صواريخ ستينجر ماشي أي واحد يمكن له تكون عنده، يعني أن أزواد باش تولي عندها صواريخ ديال ستينجر وتمكن من إسقاط طائرة، يعني أن هناك دعم دولي. للآن باقي ما تعرفش شكون يقدر يكون كيدعم هذه الحركة ديال أزواد. طبعا لكم أن تتصوروا أصابع الاتهام غتمشي سيدي الحركة، أو غتمشي المؤامرة مخزنية صهيونية مروكية، هذه باينة هادشي اللي غتمشي، وغالبا غادي يكون مسؤول على السي فوزي القجع. السي فوزي القجع حتى الصواريخ راه كيديروا، ما حيت اي حاجه وقعت تماك كيلصقوا فيها السي فوزي القجع ولا السي بوريطه مره. لكن دابا هاد الايام شويه رانا قالبين ناسين شويه السي ناصر بوريطه فين تيمشيو للسي فوزي القجع، لانه كيتحرك ولانه صافعهم في الكاف ولانه صادمهم وديك الصفعه اللي وقع البارح. فاكيد انا بغا يخرجوا دابا الان وغادي يقول لك اسيدي انه فوزي القجع هو اللي عطى الاسلحه من كره القدم، غادي يقلب المينا وغيمشي يولي خبير في الاسلحه. هاد الصواريخ ديال ستينجر هي الصواريخ الاولى اللي كان زودت بها الدول الاوروبيه والولايات المتحده، زودت بها اوكرانيا في المره الاولى، كان زودتها بها حمايه لها من الطائرات الروسيه. علاش؟ لان هاد ستينجر هذه هي صواريخ سهله تحمل على الكتف، يعني تتمكن من اسقاط انواع كثيره من الطائرات عبر الاشعه فوق البنفسجيه. هذا هو الميزان اللي عندهم. لكن كيفاش وصلت الايادي ديال أزواد؟ يعني انه هناك جهه ما، هناك دوله ما، او شيء اخر من القبيل، يعني هناك مساعده دوليه. شنو كيعني هنا؟ كيعني انه أزواد القضيه ديالهم ولات قضيه عالميه، ما بقاتش قضيه يعني جزائريه فقط او داخل التراب الجزائري. المضحك في الامر والمحبط هو ان الشيء هذا يتزامن مع زياره تبون لبوتين. اصلا تبون لاش مشى هو لروسيا؟ خرجوا هما قال لك في اطار التعاون الاقتصادي وتوقيع على اتفاقيه شراكه استراتيجيه اللي كانت وقعت 2001 ودخلوا مع هذيك معمقه وكذا وكذا. لكن الهدف شنو هو؟ الهدف هو عسكري بحت وخالص، لانه نظام عسكري ما كيركز لا على الاقتصاد لا والو. تبون ما يتحرك الا اذا كانت مساله عسكريه وعندها علاقه بالصحراء فقط، ما يتحركش هو على قضيه اقتصاديه ولا شي حاجه. فين عمر تبون مشى على قضيه اقتصاديه؟ الا مشى كيمشي على الغاز باش يلوي الدراع ديال ديك البلاد باش الناس ولي كتدعموا في ملف الصحراء فقط لا غير. هادشي اللي كاين، يعني ان الزياره خالصه من اجل القضيه
الصحراويه ومن اجل القضيه ديال الازاوات اللي ولات عنده تماك. يعني كيطلب الان الدعم ديال بوتين في المساله ديال السيطره والتخلص من حركه ازاوات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، واش بوتين غادي يقحم راسو في هكذا مشاكل؟ بوتين عنده مشاكل اللي اكبر واعمق واخطر بكثير من ذلك. بوتين غارق في حرب ديال اوكرانيا اللي هي ماشي حقيقه الامر، ماشي حرب ما بين روسيا واوكرانيا، هي حرب ما بين الغرب برمته وبين روسيا. فكيف يعقل انه يدخل معاك في هذه التفاهات ديالك؟ هذه راه تفاهه. انت حرب ما قادرش عليها، صغيره، وجالس كتعنى وجالس كتجبد في المشاكل وكتقلب على المشاكل مع دول الجوار. هذاك المستنقع اللي كاين تماك نقولوا حنا ديال الحركات، سميها انت ارهابيه، سميها تحرريه، سميها انفصاليه، سميها اللي بغيتي تسميها. شكون اللي بداه تما؟ شكون اللي بداه؟ شكون هي الدوله اللي كتدعم الانفصاليين؟ هي الجزائر. دابا لمده اكثر من 50 سنه وهي كتدعم حركه انفصاليه في المغرب، حركه ارهابيه اللي هي البوليزاريو بالغالي والنفيس. فاذا باغا تخرج لها دابا من عقر دارها يخرجوا لها حركات هي اللي كتسمى هي ارهابيه او انفصاليه، سمى كيف بغيتي، ما كيتهمناش التسميه، لكن يطالبون بتقرير مصيرهم. حركه ازاواد، نقول لك واحد القضيه، حركه ازاواد الان ما حققته، يعني في اقل من شهر داكشي اللي حققته ما حققتوش بوليزاريو في اكثر من نصف قرن على كافه الاصعده. هضر معايا دبلوماسيا، الدعم اللي عندهم ما كاينش عند البوليزاريو الان، التعاطف اللي كاين معاهم ما كاينش مع البوليزاريو. هضر معايا عسكريا، يعني البوليزاريو العنصريه الفارغه، يوميا دكينا معاقل العدو، ساحه الوغى، جدار الذل والعار، اخترقناه، كلمات رننا فقط، ما حققوا شي حاجه. في حين ان ازاواد يعني في اقل من اسبوع هذا اللي فات اعتقلوا 25 اسير اللي باقيين تيفاوض على مشنقريحه باش يردهم، ودابا زادوا اسرى وحدين اخرين اليوم، وزيد عليها انهم 35 جندي زائد 16 جندي، 51 جندي قتلوهم اليوم، وباقي الان الحصيله ترتفع. هذه حركه التحرير، رغم انهم دايرين واحد الحركه تماك شرسه ضدهم، ودايرين واحد الحمله تمشيطيه شرسه ضد الاخوه الازاواد، شعب اعزل قاطعين الانترنت، ورشفنا مقاطع من عين المكان انهم هاجمين عليهم بالسلاح. لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا السؤال اللي غيتبادر للذهن ديالك هو كيفاش غتسالي هذه القضيه هذه؟ شنو هي السيناريوهات المحتمله؟ حنا ملي كنهضروا دابا على تبون، هذه الخطوه اللي دار، هذه الزياره دابا اللي دارها لروسيا والجمع ببوتين، او غيجمع بوتين، لا باقي الله غيجمع به في هذا الوقت الحساس والحرج اللي الولايات المتحده والغرب كيشوفوا في بوتين ذلك العدو المرعب، وانت مشيتي كتجمع معاه. يعني عطيتيهم واحد الماده دسمه باش انا ما نولي لك دراك. يعني ماشي من المستبعد هو ان الولايات المتحده عندها يد في التزويد ديال الحركه ديال الازاواد، او لما كانش هي غيكون واحد من الحلفاء ديالها في التزويد ديال الحركه ديال الازاواد بهذه الصواريخ اللي تمكنوا من اسقاط طائره. عرفتي شنو هي باش حركه تسقط لك طائره؟ راه حنا ماشي كنهضروا على كلاشنيكوفات وداك الشيء، راه كنهضروا على صواريخ، كنهضروا على صواريخ اللي كطيح طائره، يعني ولا كنهضروا على اسلحه اللي هي جد متطوره. فبالتالي هنايا الولايات المتحده من بعد هذه الزياره ديال تبون لبوتين غتولي عندها واحد الذريعه اللي هي واضحه وسهله باش انها دير اللي بغات وتعاقب النظام ديال الكبرانات كما تريد وتدعم اي حركه. وشفنا انه جو بايدن الان، يعني من بعد الطلب ديالهم الامم المتحده باش يعطيهم الحق في تقرير المصير، جو بايدن خدا يعني الملف ديالهم كيدرسوا استعدادا لدعم شعب ازاواد في تقرير مصيره واستقلاله عن الجزائر. يعني هذه كانت واحد القرصه ديال الاذن للنظام ديال الكبرانات باش انه يتراجع نوعا ما عن الغي ديالو. لكن للاسف كاين جوج ديال الحالات اللي هي مهمه. اولا هناك الغباء، ما كيفهموش المساله هذه وكيتسنى انه الاداره الامريكيه تجي عنده تقول له بواحد الطريقه مباشره، وهذه مساله ما غاديش ديرها. ثانيا هناك مساله اخرى، انه حتى لو فهمها ما يقدرش يطبقها، لانه الان يلفظ انفاسه الاخيره، تجمعات عليه اللكمات من كل حدب وصوب، من جميع الجهات عندهم لكمات، لا في الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب، فاللهم لك الحمد. ثانيا كيشوف واحد المساله مهمه جدا، الجيش المغربي دابا في نفس الوقت دابا هو مشى عند بوتين باش يدير واحد الاتفاق عسكري. شنو كدير القوات المسلحه الملكيه المغربيه؟ القوات المسلحه الملكيه المغربيه الان في هذه الساعه هذه جوج ديال الحركات اللي هي ثقيله جدا، او جوج ديال التحركات او خطوات اللي هي وازنه. اولها هي المناوره ديال الاسد الافريقي، واليوم سيدي يعني كان هناك واحد التمرين اللي هو جد حساس اللي دارته القوات المسلحه الملكيه المغربيه مع الجيش الامريكي في اكادير. تدربوا على كيفيه يعني الاهباط
ووقف هجوم بالدرونات. يعني هذه الهجومات ديال الدرونات تعتبر من الاصعب باش تحكم فيها الجيوش، لكن الجيش المغربي الان اصبح خبيرا فيها. دار واحد تدريب مشترك وخدا واحد التكنولوجيا جديده وتقنيات من عند الجيش الامريكي كيفاش يتصدى للدرونات. طبعا كنعرفوا المغرب انه يعني كيتوفر على درونات جد متطوره، وماشي نوع واحد ولا نوعين، بل درونات كاينه درونات تركيه، كاينه درونات الامريكيه، كاينه درونات اسرائيليه، وكاينه درونات صينيه. يعني هادو اهم، وباقي درونات اخرى، وكاين حتى درونات برازيليه. يعني هنا في هذه الحاله هذه اش كنهضروا، بالاضافه الى كل بلاد عنده درونات، راه ما عندوش درون واحد، راه كاينه درونات هجوميه، درونات استطلاع، ودرونات انتحاريه، وهكذا. يعني هذا الشيء هذا كامل المغرب دخل بواحد الحده في الحرب ديال الدرونات، ولا المغرب ما بقاش عنده مشكل في هذه الحرب بتاتا. هذا التقارب هذا مع الولايات المتحده راه ما كانش تقارب اللي على شكل يعني صداقه عاديه او مجامله. نحن نتحدث عن علاقات اللي هي جد قويه، هي اللي داير المغرب دابا الان، ودارها مع الولايات المتحده. المناورات ديال الاسد الافريقي اللي فيها دول بين قوسين اللي كيعتبرهم تبون انهم حلفاء ديالو، على راسهم تونس، وها هي كتشارك معنا في المناورات. مشاركه فيها اسرائيل لاول مره، اللي عاطيو واحد الاضافه وواحد القفزه نوعيه. وزيد عليها الكارثه دابا بالنسبه للنظام ديال الكبرانات، الخطوه الثانيه اللي هي ثقيله جدا، هو انه القوات المسلحه الملكيه فين كاينه؟ جزء من القوات المسلحه فرق فين مشات؟ كاينه في الصين دابا الان. شنو كدير في الصين؟ تستعد لحرب محتمله مع النظام ديال الكبرانات. علاش؟ لانه التصرفات كلها اللي كيدير، وانه الان تغلقات عليه هاد القوقعه هادي، خصو يلقى حل، يلقى مخرج. المخرج شنو هو؟ هو يعلن واحد الحرب مع المغرب. المغرب الحمد لله له بالمرصاد ومستعد. اشنو كدير القوات المسلحه في الملكيه في الصين الان؟ كدير تمرينات على الدرونات، اخر درونات اللي استقبل المغرب من عند الصين، اللي هي وينغ لونغ 2، من اخطر انواع الدرونات اللي الحموله ديالها تقريبا ما يقارب نصف طن. الحموله ديال المتفجرات، وكتشتغل على مدى ديال 1500 كيلومتر. يعني يمكن لها تحركات تمشي للعمق ديال الجزائر. حنا ماشي كنقولوا هذا الكلام كنهدوا صبيانيا نديروا لكم ندخلوا، خلي ذاك الكلام الفارغ. نحن نتحدث على الجانب التقني، الشق التقني العسكري. يعني انه المغرب كيستعد للحرب، ومادام مشى هذا الوفد، لان هذه الدرونات هذه سلمنا هذه واحد المده، لكن الان من بعد المناورات او بالتزامن مع المناورات ديال الاسد الافريقي، القوات المسلحه الملكيه كتمشي للصين باش تستعد للحرب من هناك، وباش تاخذ اخر التقنيات. يعني من جهه دفاعيا في الدرونات، مع كنقولوا دفاعيا من الدرونات مع الولايات المتحده الامريكيه في نفس اليوم، ومع الصين بالهجوم والدفاع والاستطلاع. يعني على مدى ابعد. يعني ان الدرونات ديال المغرب يمكن لها تقوم بواحد العمليات اللي هي جد خطيره داخل الاراضي الجزائريه اذا كانت هناك حرب. بالاضافه الى انه المغرب كيفاوض الان لشراء درونات اخرى، بالاضافه الى انه اسرائيل الان وقعت مع المغرب اتفاقيات اخرى اللي غتزيد انواع ديال الاسلحه في المغرب. بالاضافه الى ما تنساش انه المغرب الان غيتسلم في الايام القليله المقبله، تعطى الامر وربما تشحنات صواريخ ومنظومات باليستيه باش توصل للمغرب. يعني انه المغرب الاخوان راه قام بواحد القفزه اللي هي خطيره، حيت قلناهم وكنعاودوا نقولوها، راه حسب الخبراء العسكريين، خلي حسب التحليل السياسي، انا نتحدث عن التحليل العسكري. الخبراء العسكريين شنو تيقول لك؟ تيقول لك انه الجزائر نعم واحد الوقت تفوقات على المغرب فقط في الكميه ديال الاسلحه، شراء شريه. راه علاش كتعاقبها دابا الولايات المتحده الامريكيه او كتوقع باش تعاقبها؟ يعني فيما يخص الشراء الشريه للاسلحه اللي ولا داخل في اطار قانون ديال معادله امريكا. لكن المغرب ما ركزش على الكميه، هما تيركزوا على الملايير ديال الدولارات. هما كيجيو يستعرضوا تيقول لك حنا خسرنا، درنا صفقه ديال 7 مليار ديال الدولار، درنا ديال 8 مليار ديال الدولار. لكن المغرب لا، المغرب اولا ركز على الشركاء، تنويع ديال الشركاء. ملي كتركز على الشركاء كتولي عندك واحد التكنولوجيا اللي هي متنوعه، وانه لا قدر الله كانت هناك حرب كتكون عندك واحد طريقه دفاعيه مختلفه، كتقدر تصد اي هجوم دفاعي، اي هجوم عفوا عسكري كيف ما بغى يكون، بطريقه دفاعيه مختلفه. هادشي علاش مركز المغرب كيركز على النوعيه، كيركز على التنوع، لذلك كيكثر من الشركاء ديالو. فالان المغرب كيتعتبر شريك يعني وحليف عسكري لمن الولايات المتحده، اسرائيل، فرنسا رغم اختلافنا معها، البرازيل، الصين، تركيا، واللائحه ما زالت طويله.
يعني حنا ذكرنا اهمها. هاد الدول اللي هضرنا عليهم كلهم هما الرواد ديال العالم، هما الرواد ديال العالم. ملي كنهضروا على النظام ديال الكبرات اش دار؟ كيمشي فقط لروسيا، كتبان لي غير روسيا، وها هو غادي روسيا كيستعطف. اول مشكل وقع لان روسيا دابا ماشي ما نسميوش انقلبت على النظام ديال الكبرات، روسيا عندها مشكل، روسيا محتاجه الاسلحه ديالها، فبالتالي ما يمكنش روسيا تخلي الامن القومي ديالها، تخلي انه يعني العمليه العسكريه اللي كدير في اوكرانيا القوات ديالها والقوات ديال فاغنر اللي كطالبه بالاسلحه اللي وعدوهم بها، وفاغنر خرجت ديك المره كتقول لك ان ما سلمناش حتى 10% ديال الاسلحه اللي وعدتني بهم روسيا، تخلي هادشي كامل وتخلي شنقراح الاسلحه هناك، وهي عندها بند اللي تقدر تفعله في اي ثانيه، وهذا ما حدث. وهادشي اللي كيفسر الزياره الان ديال تبون، لانه تبون لاحظت واحد القضيه، شحال من مره الغالي بوتين الزياره، ما مره ما جوج ما ثلاثه، ولكن كيعاود كيخليها كيتناسها وكيتجاهلها. علاش؟ لان ما كانش هناك عنصر ديال الاستعجال، لكن الان ولا عندهم عنصر ديال الاستعجال، لان كثرات عليهم الصفعات وكثرات عليهم الضربات. والان باش نقول لك واحد القضيه اخي المواطن، ماشي باش نرعبك ولا باش نخلعك، غير باش تكون مستعد نفسانيا. الجزائر الان اكثر من اي وقت مضى هي في حاجه ملحه، نعم واخا تجيك الكلمه ماشي في محلها، لكن كنسطر عليها بالحمر، ماشي زله لسان باش تفهمني اني قصدت نقولها. حاجه ملحه لاعلان الحرب على المغرب. كيف ذلك؟ كيفاش حاجه ملحه؟ لانها خصها تغطي على هذه الفشل الذريع، وخصها باش تلفت الانظار. لانه المشكل فين عندهم؟ عندهم الداخل قنبله موقوته، الا هو الشعب، ولا عايق بهم ولا ما قابلهمش ولا رافضهم جمله وتفصيلا. ولات الان تحركات ثوريه داخل البلاد، ملي كتخرج عندك عده جماعات اللي كيسموهم انفصاليه ولا تحرر ولا سموه براسهم، هذا شان داخلي ما كيهمناش. زيد عليه انه الشعب الان يطالب باسقاط النظام، زيد عليه ديك الفاجعه اللي كانت وقعت ديال الفيضانات وما عرفش يتصرف معها تبون. اشنو دار دابا؟ خصو يدير شي امر اللي هو كبير، على راسها دار هذه القضيه ديال النشيد الوطني باش يلهي الراي العام ويكذب عليهم، رغم انه فضحنا انا ما كاين لا نشيد وطني لا والو. هذاك مرسوم اللي هو اصلا داك الشيء كاين، والنشيد الوطني اصلا كاين وكيتلاعبوا به، ولا كيهضر معاهم دابا على اساس ان الجزائر غير عندها نشيدين وطنيين، وهذه ما عمري ما سمعتها. وفي نفس الوقت الى القضيه وصلت للكبير، وصلت لانه صافي شافوا راسهم غادي يسقطوا، وان النهايه ديال هذا النظام اشنو غيدير؟ غادي يعلن واحد الحرب، وغيدير واحد الاندلاع ديال واحد المناوشات مسلحه مع المغرب، باش انه الشعب يولي خايف على راسه، لا سواء المغربي او الجزائري. لكن الفرق ما بين الشعب المغربي والشعب الجزائري في هذه الحاله غيكون شنو هو؟ انه الشعب المغربي مقتنع، كيقول لك حنا حتى لاخر رمق، لاننا ندافع عن قضيه نؤمن بها. شنو هي القضيه ديال الوحده الترابيه والقضيه ديال الامن ديالنا، في حين ان نظام الكبرانات ما عندوش علاش كيدافع. نظام الكبرانات فقط هو يفتعل المشاكل، كيفتعل المشاكل وكيختلقها باش يسيطر وباش يهيمن على الشعب ديالو، وباش يعيشوا في رعب، وباش في نفس الوقت يبين ليه ديك العنصريات، وانني استطعنا ان نتغلبوا على ذاك النظام اللي بغى يدخل ويبقى واحد العقدين من الزمان وما كيصفقوا ليه. راه المغرب واحد النهار كان غيهجم وكان كذا وكذا، ويخرجوا بواحد السيناريوهات اللي هي كاذبه وصبيانيه، وحنا حررناكم وحنا سيدي نقدناكم ولولا تدخلنا فكان غيوقع وكذا وكذا. فهذا هو الوقت اللي كنقول لك انه حساس وانه محرج. داكشي علاش المغرب الان جد حذر وراد البال، لانه في اي لحظه يقدروا يستفزوا المغرب ويبغيو يدفعونا باش ندخلوا معاهم في اندلاع ديال المواجهه المسلحه. لكن المغرب الحمد لله عنده من الحكمه ما يكفي، عنده من الحكمه وعنده من الوزن. لكن كنقولوا لهاد الناس لا ما رجعتوش على الغي ديالكم. كنعاودوا نقولوا ما كنهدوكمش بالحرب، لان حنا ما كنتمناوش الحرب، ما بغيناش الحرب، غير كون على يقين ان الحرب اللي اندلعت راه حنا قادين عليها وقادرين عليها باذن الله. علاش؟ لاننا كندافعوا على ارضنا وكندافعوا على شرفنا، هذه اللي خصك دير في بالك. وكنعاودوا نقولوا لا قدر الله ولا نتمنى حدوث حرب، يعني حفاظا على سلامه الشعبين، هذا ما نقوله، وهذا هو المغرب، بلد الامن والامان والسلم والسلام. فاللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه، ولا عاش من خانها، ولا غالب الا الله. الاخوان كنتمنى الحلقه تكون عجباتكم، كنتمنى تكون دوزتوا معنا اوقات طيبه وشيقه وممتعه. كنشكركم على المتابعه، كيحييكم اخوكم طارق حجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.